السكت بقى عجزي الفظيع والكهينة بقى. ها؟ وانا في ابتدائي بقى كان في بقى ايه، قالوا يعني الملك فاروق هيجي يزور المدرسة وايه وانا كنت بقى ايه لسه عندي يمكن 5 سنين. كنا بنروح المدرسة صغيرين جدا، حاجة غريبة، ما فيش حاجة اسمها روضة، بس هي المدرسة وخلاص. فايه كله الزهرات دي تلبس البني والجرافته البني، المرشدات الكحلي والجوال اكل. فانا ما فيش حاجه، رحت عيطت بقى، طلع كله يا ماما لابس، بيدولهم اللبس بتاع الزهرات وانا ما فيش. قالت لي ليه؟ قلت لها الابله قالت انا صغيره ومش هينفع وما عندهاش حاجه على قدي. وقعدت اعيط ومش عايزه اروح المدرسه. راحت واخداني ورايحه، حتى فاكره الست كانت تخينه واسمها ابله حبيبه. قالت لها ايه والنبي معلش عشان خاطري اديها اللبس، خلي معلش. قالت لها ايه ما فيش والله، ما فيش على قدها، ده ما فيش على قدها، واللبس عندي قالت لها طب معلش انا هصغره لها على قدي، هصغره لها على قدها. قالت لها بس ما بتعرفش ترقص. قلت لها لا بعرف. قالت طب ارقصي. طب يلا خدي اللبس. جم بقى بحقيقي شوف يعني برضو والله العظيم الملوك دول كانوا محترمين فعلا. كان هيزور المدرسة، مدرسة أولية، وهي المدارس ايه دي عبارة عن سرايات بتاعت أميرات. يعني احنا المدرسة يعني الفصل كان كبير جدا وكل الأرضية خشب باركيه. حتى كنا اما يكون مدرس العربي او بتاع كده يعني بينام كده وهو بنروح ورا ونقعد نلعب حجلة في نفس الفصل والله. ولا هو دريان يا عيني. واللي بعده ده في المطالعة. الملك جه بقى ولا ما جاش؟ الملك جه زار المدرسة ولا ما جاش ساعتها؟ لا جه، ده انا وقفوني على الطرف. انا بقى حجمي بقى وشكلي بقى، وكنت بقى شعري السايح ومش عارفه ايه، وحطوا لي شريطه بقى وبتاع وحاجه ايه، اهلا وسهلا مرحبا بملكنا عالي الهمم بقدومه قد شرف اهل الفضائل والنعم. قعدت احفظ فيها بقى، مروح وارجع وقفوني على ترابيزه وقلت ده بقى، وكله يتي 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 يتي. يعني انت بقى قابلتي الملك فاروق؟ طب معلش كده وكده اوعي تقولي. لا طب اتصورتي معاه؟ لا ما هو كانش فيه بقى الحاجات تك 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 على طول كده. اما سمعت حته حكايه دلوقتي هايله قوي. حاجه تانية برضو تضحك يعني شويه. روحت مره اعيط، ايه عايزه ايه؟ انا مش يتيمه ليه؟ يا بنتي الكلب عايزه تبقي يتيمه؟ كل اليتيم ادوله، قالوا هيدوله صندل في الصيف وجزمه كاوتش في الشتاء. يعني انا مش قالوا بقول برفع صباعي. قالت لي اخرسي انت مش يتيمه. طب ايه يا بابا انا عايزه ابقى يتيمه.